بداية صعبة وغير موفقة على منتخبات شمال أفريقيا بكأس أفريقيا. فمصر، موريتانيا، تونس والجزائر أربعتهم فشلوا إنه يفوزوا أول مباراة بالبطولة، ولكن أسود الأطلس للإنقاذ فازوا 3-0 بأول مباراة لإلهم بأداء ولا أروع. وبنتمنى كل التوفيق لباقي منتخباتنا العربية، ولكن هل برأيكم المغرب لوحده رح يكون عم ينافس على هيدي البطولة أما باقي العرب عندهم كلام آخر؟ شو الأداء اللي أنا شفته من أناحي اليوم؟ يا عالم هذا اللاعب من كوكب آخر، هذا هو الفضائي، هذا هو السحر الحلال، لاعب صاحب تكنيك خارق، بحسسك إنه اللي بيسويه في الملعب إشي سهل وإنه بيسويه بالسلاسة، ولكن بالحقيقة هو إشي جدا صعب، لدرجة بينك وبين حالك بتستغرب، يا أخي كيف بيسوي كل هاي الأشياء في الملعب بدون ما يغلط، بدون ما يكون عنده قرار واحد غلط. أناحي هو سحر الحلال، أناحي اللي هو اللاعب اللي أنت لو بتقعد 10 سنين ما بتمل منه، متعة ما بعدها متعة، كل لمسة له قطرة للعين. يا اخوان والله العظيم مش طبيعي، كل اداء المنتخب المغربي كوم واداء أناحي كوم ثاني، بسم الله ما شاء الله. تقول انا قاعد عم بطلع على انيستا. الف مبروك للمغرب والف مبروك انكم عندكم لاعب مثل أناحي. اداء مشرف بيقدموه لعيبه منتخب المغرب في بطوله افريقيا في كوت ديفوار. في اول مباراه ليهم بيقدموا اداء كويس جدا ورائع جدا واداء مشرف لمنتخبهم ولجمهورهم ولكل من شجع منتخب المغرب النهارده. لعيبه منتخب المغرب قدروا